مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن طلاب؟ طمنوني عنكن. اليوم الفيديو عنا الرابع، أنا وياكم من جلستنا لمسألة السطرين. بعرف اشتقتولي وأنا اشتقت لكم كتير. يلا أنا وياكم تنبلش. يا أنسي ليش مستعجلة؟ مستعجلة لأنه بعرفكن صرتوا حافظين وبتعرفوا الطريقة وبدكن تساعدوني. اليوم أنا اخترت مسألة رح أقرأها أنا وياكم. أول شي عم بيقول لي يتفاعل 12 غرام من حمض الخل. أنسي من يعني بنحطها بالسطر الثاني أكيد، مع كمية كافية من الصوديوم وفق المعادلة. عاطينا كتلة عدد مولات وعلما أن مع الحجم. نبلش أنا وياكم. برافو، أنا عم بتركها شوي لأني حاستكم بلشتوا تحلوا قبلي وسبقتوني. يا سلام ما أشطركم. رح بلش أنا، أنتوا اسبقوني بالحل. يلا، أول شي طبعا أنا كتبت المعادلة وحطيت سطر أول سطر تاني. برافو عليكم. والسطر الأول لما بيكون عندنا غرامات منين بنعبي؟ من علما أن. طيب متذكرين بعلما أن؟ طبعا رح أخذ أنا زاوية صغيرة هون واشتغلها. سي اتش 3 سي او اتش. ما شاء الله خط عالمي، ما هيك؟ بعرف بدكم تقولوا هيك، والله إنكم شطورين. السي وحدة عطنيها 12 ضرب 1 12. الاتش 1 ضرب 3 ذرات 3 سي. 12 ضرب 1 بيساوي 12. او 16 ضرب 1 بيساوي 16. هو أنا ما لقيت أصغر من هالمكان بس معلش. 16 ضرب 1 بيساوي 16. 1 ضرب 1 بيساوي 1. لاحظتوا وين بعدتوا مشان تعرفوا إنه بنحطه نحن في بس تحت الأحد. يلا 2 و3 2 6 6 1. إذا جمعناهم مع بعض بيطلعوا 20 باليد 2. 2 1 2 1 1 1 1 بيطلعوا 6 60. خلصنا؟ لا، الله الله عليكم ما اشتركون. ما بدنا نضرب عدد المولات. اي والله ذكرتيني يا أنسي. عدد مولات ضرب 2 120. فأنا رح أحط لها 120. طيب غير هيك شو صار عنا؟ بدنا نروح للمعطيات. ولك أنسي والله شكلك عم تنسي كتير انتي هالأنسي. يلا يلا لا تواخذونا. رح أنا أجيب الدفتر وإذا كتلة مين؟ كتلة الصوديوم المتفاعل. يلا رح بلش أنا وياكم. كتلة الصوديوم المتفاعل، تفضل. الأول هلا أنا رح أحاول اليوم أنا برأيي ما عاد أكتب، بس نتذكر شو كتبنا. الكتلة ام غرام، برفع الغرام لفوق والكتلة بدي احسبها من علما ان. طبعا عندي ان ضرب عدد المولات. ان قد ايه عاطينا اياه؟ 23. 23 ضرب عدد المولات ان وجدت. اي والله وجدت يا انسي 2، يعني 46. يا عيني عليكم يا عيني، والله انتوا اشطر مني. هات لنجيب القلم الاحمر ومنقشر هدول. ليش تذكرت هدول دائما بدنا نستخدمهم مع كل الطلبات. برافو عليكم. عرفتوش انا بقولكم بحبكم كلكم كشي لفي لأنكم شطرتوا أشطر مني. 12 ضرب 46 على 120. 12 تقسيم 12 1. بيبقى الجواب 46 على 1 تزاح على 1 ولي على 10 تزاح الفاصلة إلى اليسار مرتبة 4.6 غرام. ومسطرتي الحلوة، على فكرة أنا بحب اللون الأزرق كتير، مو بعرفة لأني بحب اللون الأزرق رح سطر باللون الأخضر. فكرتوا بالأزرق ها؟ ما أمزح معكم. هاي الطلب الثاني. الطلب الثاني بده يا أصدقائي عدد مولات الملح الناتج. لك سهل ولك أنسي. عدد مولات الملح الناتج. بضل علمك أنا؟ لا والله تعلموني لأنه طار القلم على الأرض. إن مول، نرفع المول لفوق وعدد المولات إن وجدت مع مين؟ مع الأساسيات. برافو. إن تساوي 2 ضرب 12 على 120. 12 مع 12 بتروح يبقى تحت 10، فبيطلع 2 على 10. شو الجواب؟ تزاح الفاصلة مرتبة لليسار، يعني 0.2 مول. طبعا هي أنا مسودة عم بشتغل عليها هون، فيكم تشتغلوها أنتوا على ورقة جانبية. يلا هلا بلون شو بدي سطر؟ أكيد باللون، لا باللون الأحمر، محزرته.
ممكن جيب قلمي دقيقة لطيفة ونقع على الأرض. صرنا بالطلب الثالث. والله شاطرين انتوا بتنقلوني بسرعة. سبقتوني. حجم الغاز المنطلق. أنسي وين الحجم؟ آخر شيء. أنا بعرف مبين المحا يمكن تاخدوها رح خبيها. في لتر 22.4 ضرب عدد المولات. لك أنسي ما وجد عدد المولات. خلاص. ضرب مين؟ الأساسيات. برافو عليكم. خلينا نحط سطر هون. في بيساوي 22.4 ضرب 12 على 120. شو؟ خلصتوا قبلي؟ والله إنكم شاطرين يا عمي. 22.4 على 10 تزاح الفاصلة مرتبة لليسار 2.24 لتر. وخلصت المسألة. كيفكن اليوم؟ أنتوا لاحظتوا معي إنه أنا ما عاد كتبت كلمة وسطر أول سطر تاني، لأنه صرنا هي رابع فيديو عيب، يعني صرنا شوي أكابر أنا وياكم، صح؟ طبعا هاي الفيديو الرابع على القناة، انتوا شاركوها لرفقاتكم، هي راح تكون قناة مجانية. وهي إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة بطريقة حلوة. بحبكم كتير، ما بتنسوا شو بحبكم. خشي لفة. باي باي.